المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإرثية نستهلها بالعناوين. تنظيم المهرجان الوطني لعام 2025 من 9 حتى 17. ذكرى الأسبوع الدولي للرضاعة الطبيعية على مستوى الوطن. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية يلتقي بمنتسبي الدفعة 38 للخدمة الوطنية. نتنياهو يقرر احتلال كامل لقطاع غزة. ترامب يعلن بأن ويتكوف سيزور روسيا. والفلبين والهند تجريان أول دوريات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد مفوض الثقافة والريادة السفير زمدة تخلم أن مهرجان إرتريا 2025 سيقام في الفترة من 9 حتى 17 من أغسطس في أرض المعارض الإكسبو بأسمرة. وذكر السفير زمدة أن كافة اللجان المشاركة في الإعداد للمهرجان هذا العام استكملت استعداداتها اللازمة. وأضاف أنه تم إعداد الأنشطة لتعكس تنوعنا الثقافي ووحدتنا، مضيفا أن المعارض التي ستقدمها الأقاليم تشمل الرقصات والموسيقى القوميات والآلات الموسيقية ومنازل القوميات وسبل العيش فيها والمنتجات الإقليمية والثقافات الشفهية. كما يتضمن البرنامج أنشطة ترفيهية للأطفال ومعارض فنية وبازارات ومعارض ومبيعات للكتب ومعارض للإبداع والحرف اليدوية وندوات حول أوراق بحثية مهمة وعرض أفلام من إنتاج محلي ومعارض للرسم. وأشار السفير زمدة إلى أنه في هذا العام على وجه الخصوص سيتم طرح مواضيع لم يتم التطرق إليها من قبل في الندوات والبرامج الأدبية. وختم قائلا أن المهرجان هو دليل على وحدة الشعب الإرثري التي تم بناؤها ضمن مسيرة وطنية مليئة بالتحديات والتصدي بصمود ووعي. يتم إحياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية على مستوى الوطن في الفترة من الأول وحتى 7 من أغسطس الجاري تحت شعار دعونا نخلق بيئة مريحة للأمهات لإرضاع أطفالهن في مكان العمل. وأوضحت مسؤولة وحدة التغذية بوزارة الصحة الممرضة أملسة حاغوس أن حليب الثدي يحمي من الأمراض المختلفة ويعزز النمو الجسدي والعقلي ويحتوي على جميع أنواع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الطفل، كما يضمن صحة الرضيع في المستقبل. وقالت الممرضة أملست يجب أن تكون الأم والطفل على اتصال وثيق على مدار 24 ساعة من اليوم، مضيفة أن تنفيذ رعاية الطفل في مكان العمل مهمة حتمية تتطلب استثمار واهتمام جميع المعنيين بالشأن. وأوضح ممثل مفوضية الطفولة التابعة للأمم المتحدة السيد عبد الله محمد يوسف بدوره أن أكثر من 90% من الأطفال يرضعون رضاعة طبيعية خلال ساعة من الولادة، و69% يرضعون رضاعة طبيعية حصرية لمدة 6 أشهر وفقا لمسح الصحة العامة الذي أجري عام 2010 في إرتريا، والذي بدوره ساهم بشكل جدير بالثناء في الحد من وفيات الرضع والأطفال، وجعل إرتريا واحدة من أفضل الدول من حيث تغذية حليب الأم. وبهذه المناسبة تبادلت الطبيبات اللاتي شاركن في المناقشة التي أدارتها جمعية الأطباء الإرتريا وجهات النظر مع المشاركين حول الفوائد العامة للرضاعة الطبيعية وإجازة ما بعد الولادة وأهمية رعاية الطفل في المؤسسات أثناء العمل ومساعدة الأمهات المرضعات في مكان العمل. وأخيرا تم تنظيم عرض فني يجسد أهمية الرضاعة الطبيعية وتم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة المعلومات العامة التي أقيمت بهذه المناسبة سابقا. التقى قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد بسايقدة اليوم 5 من أغسطس منتسبي الدفعة 38 للخدمة الوطنية، وأشار إلى أن ساوى هو مركز يأتي إليه الشباب من مختلف أنحاء الدولة لتطوير النظرة الوطنية والمدنية
وتعزيز مهاراتهم الأكاديمية والمهنية وامتلاك القوة العقلية والبدنية للمساهمة بشكل كبير في حملة التنمية في البلاد، موضحا التوجيهات العامة والتعليمات المتبعة في المركز التدريب. وأضاف أن ساوى لها هدفان رئيسيان هما إكمال التعليم الأكاديمي للصف الثاني عشر والوفاء بالواجب الوطني، وحث طلبة الشباب على استغلال الفرص المتاحة لهم واكتساب المعارف والمهارات المختصة. وأكد العقيد دبساي أن الحكومة تقوم بتغطية جميع اللوازم الأساسية خلال إقامتهم لمدة عام في ساوى، مشيرا إلى تنوع الأعمال التي تشمل الجانب الأكاديمي والتدريب العسكري وأنشطة النفير الجماعي والمنافسات الرياضية، موصيا الجميع للمشاركة بفعالية وكفاءة عالية واتباع التعليمات المتبعة في ساوى. من جانبه تمنى نائب قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية المقدم تمسجن ساميل لهم التوفيق، حيث تم تجهيز جميع متطلبات الخدمات الاجتماعية اللازمة لهم، مذكرا بضرورة التعامل بوحدة ووئام وطني ووعي والتحلي بالقيم الاجتماعية من أجل تنفيذ البرامج المنشودة. وذكر منتسبو الدفعة 38 للخدمة الوطنية أنهم يقدرون الدعم الذي يقدم من قبل الشعب والحكومة الإريترية، متعهدين أنهم سيعملون جاهدين لتأدية ما يتوجب عليهم وطنيا بكل فخر وأمانة. نظم الاتحاد يتم تنفيذ الحملة الوطنية للتنمية الخضراء في مدينة الأبرعد بنشاط ملحوظ. وذكر ممثل سلطة الغابات والحياة البرية السيد هبت سلاسة قبل تنسائي أن الطلاب يقومون بأنشطة واسعة النطاق في مجال التشجير والحفاظ على المياه والتربة. وقال الطلاب المشاركون في البرنامج إن الحملة الصيفية السنوية تعزز ثقافة الطلاب والتعاون والدعم بالإضافة إلى أنشطة الحفاظ على المياه والتربة والتشجير. وأضاف الأستاذ مانيلزا ميكيل أحد المشرفين على البرنامج أن الدور النشيط للمجتمع أمر بالغ الأهمية للطلاب لتحقيق النتائج المرجوة في الحفاظ على المياه والتربة وزراعة الأشجار. استشهد مسؤول هيئة الإدارة ومركز الخدمة التقنية المقدم دانيال كبدة يوم أمس 14 من أغسطس جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 68 عاما، والتحق بصفوف جبهة التحرير الإريترية في فبراير عام 1976 خلال النضال التحرري. عمل في قسم النقل وبعد الاستقلال في النقل اللوجستي وقسم النقل لدى القوات البرية ونقل العمليات الرابعة ونقل جبهة علتينا مرابو ومركز الخدمة العامة التقنية بمختلف مستويات المسؤولية. كان المقدم دانيال كبدة يعمل على مستوى المدير العام في المركز الفني للخدمة العامة. المقدم كبدة أب ل4 أطفال. أقيمت مراسم تشجيعه اليوم في مقبرة الشهداء بأسمرة. تعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها باستشهاد المقدم كبدة وتعزي ذويه وزملائه. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الاثنين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في غزة واحتلال كامل للقطاع في ظل تعثر المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامي حماس. لكن قرار احتلال غزة النهائي مخول به المجلس الوزاري الذي سيعقد اليوم. وذكرت أن العمليات العسكرية ستكون في المناطق التي يوجد فيها أسرى إسرائيليون، وهو ما كان الجيش الإسرائيلي يزعم أنه يتجنبه في السابق. يأتي هذا بعد ما لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصعيد وتنفيذ عملية جديدة واسعة في القطاع بعد جمود المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ووصولها إلى حائط مسدود حسب المصادر الإسرائيلية. في الوقت نفسه يرفض رئيس الأركان الإسرائيلي إجراء مناورة برية إضافية أو خطة توسيع جديدة في غزة.
وذكر مقربون من نتنياهو أن على رئيس الأركان الاستقالة إذا واصل معارضة هذا القرار. كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزراء في الحكومة أن رئيس الأركان قد يستقيل إذا تم تنفيذ خطة احتلال كامل لقطاع غزة، في إشارة إلى وجود خلافات جادة بين القيادة السياسية والعسكرية بشأن مستقبل العمليات في القطاع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيصل إلى روسيا في السادس أو السابع من أغسطس الجاري. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تنوي فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين في حال فشل موسكو في التوصل لاتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا خلال 50 يوما. وعرب الرئيس ترامب خلال اجتماعات في البيت الأبيض عن استيائه من الجانب الروسي، وحذر من فرض رسوما جمركية صارمة للغاية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يوما. وقال: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا. ويقول المحللون أن التهديد الأمريكي ليس بذي شأن، لأن التجارة بين موسكو وواشنطن وصلت إلى الصفر. أجرت البحريتان الفلبينية والهندية مناورات مشتركة لأول مرة في بحر الصين الجنوبي. وأعلن قائد الجيش الفلبيني بأن أول مناورات مشتركة للبحرية الفلبينية مع البحرية الهندية على وشك الانتهاء دون أي عوائق. وشاركت في أول مناورات بحرية مشتركة للبلدين سفن تابعة للبحرية الهندية شملت المدمرة الصاروخية الموجهة. ونشرت الفلبين فرقاطتين. وتزامنت المناورات مع مغادرة الرئيس الفلبيني ماركوس إلى الهند في زيارة تستغرق 5 أيام، حيث قال إنه سيسعى إلى تعميق العلاقات البحرية والسعي إلى التعاون في قطاعات تشمل الدفاع وصناعة الأدوية والزراعة. مشاهدينا، نختم هذه النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. تنظيم المهرجان الوطني لعام 2025 من 9 حتى 17. ذكرى الأسبوع الدولي للرضاعة الطبيعية على مستوى الوطن. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية يلتقي بمنتسبي الدفعة 38 للخدمة الوطنية. نتنياهو يقرر احتلال كامل لقطاع غزة. ترامب يعلن بأن ويتكوف سيزور روسيا. والفلبين والهند تجريان أول دوريات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي. مشاهدينا، بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.